بسم الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عسلامتكم يا جماعة وإن شاء الله تكونوا بألف خير. يوم جديد وفكرة جديدة. لوبيا بالكعابر الدجاج، وهذه هي جات بنينة، رايت بنينة بنينة بنينة، ما نقولكمش على البنة اللي فيها. نودكم ولا نشهيكم إن شاء الله، شهيتكم في الجنة إن شاء الله. وتوا هيا معايا نشوفوا كيف طريقة الإعداد. دونك هنا خذيت طنجرتي وحطيت فيها 3 مغارف زيت نباتي، وخذيت مع حطيت لهنا بصلة شتوية، هذيك البصلة الطويلة. دونك لهنا خذيت الماكينة هذيا باش نرحي فيها الدجاج، وهذم الخليط اللي باش نعمله بالدجاج. خاطشي انا الدجاج متاعي هنا هو صدر، خذيت طرف صدر ما خذيتش برشا، يعني حطيت جوست كونتيتي صغيرة. وهذوما اللفاح اللي هما راسين ثوم وشوية من الهريسة عربي وشوية من الفلفل الأكحل وتابل وكروية. خذيت الدجاج ونظفته وحطيته وعصرت فيه القارص. توا لهنا باش نهز الطنجرة ونحطها في النار. دونك لهنا خذيت الدجاج بعد ما نظفته وعملت له عصرة القارص، زيت شللته وحطيت معاه اللفاح هذوما اللي هما شوية شوية. بخاطشي انت بما انك انت باش الطنجرة متاعك باش تفوحها. دونك حطيت معاها البصل والمعدنوس وخلطتهم هكا بالكدا بالكدا باش تدخلوا اللفاح في بعضهم. وتوا باش نحطهم في الماكينة هذيا باش يترحاولي بالكدا بالكدا باش نعمل بيهم مكعبر. دوك حطيتهم لهنا وزعتهم على الماشين هذيا. على قد ما تفوح بالكدا الدجاج ويجي بنين يشرح. ديجا جينا بنين ما شاء الله وخفيف وأقل مكونات. دونك توا باش نحط له شوية الزيت باش يدور لي بالكدا. دونك هاكا لهنا رحيته بالكدا، وهذا هو اللي تحصلت عليه. ناخذ لهنا صحفة بالماء والا بالزيت ندهن يديا باش من وقت نبدا نعمل الكعبر كعابر الدجاج ما يلصقوليش في يدي. ونقعد هكا كل مرة ناخذ طرف في نحرك نعمل به يدي، وناخذ طرف من الخليط وهكا نعمله ما بين صوابعي وكفوف يديا باش يتلم يولي في شكل هذايا. دونك بعد ما كملت لهنا وقليت الزيت بالبصل، قليت البصل في الزيت. توا باش نرمي الكعبات متاعي في الزيت. دونك هاكا شفتهم كيفاش، ولهنا ديجا سي بون بداو يتقلاو. توا لهنا باش نرمي مغرفة طماطم ومغرفة هريسة عربي، وزدت خذيت لهنا تابل وكروية وملح وفلفل أكحل وخليتهم مشوار يتقلاو ومن بعد رميت الماء. دونك لهنا عندي اللوبيا قاعدة تتسمط، صمتها اللوبيا وزدت عليها مغرفة ملح وخليتها تزيد تتسمط بالكدا وعلى روحها. وتوا لهنا بعد ما تصمتت اللوبيا هزيتها واستقطرتها وحطيتها في فوق ال- الطنجرتي اللي فيها الكعابر بالدجاج. وزدت لهنا استقطرت معاهم قرن فلفل أخضر وطفيت على وخليت عليها هكاكا مشوار من بعد درجين أخرين. ولهنا هاكا ما شاء الله طابت وقرت زيتها. وهذه هي صحن اللوبيا بالكعابر بالدجاج. نودكم من شهيكم ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة اليوم. ما تنسوش الاشتراك ولايك وتفيدوا بها اصحابكم، ابعثوا بارتاجيو. وان شاء الله في فيديو اخر استودعكم الله، الى اللقاء.